السلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ وحشتوني. الفترة اللي فاتت وما زال الفترة دي في جدل كبير جدا منتشر في قصة الذكاء الاصطناعي، وان هو ممكن ياخد قرارات بنفسه، وانه ممكن ياخد قرارات مصيرية ضد البشر. فهل الموضوع ده ممكن يحصل او لا؟ الله اعلم، ولكن الموضوع اثار فضولي، فحبيت اعمل تجربة مصغرة بان انا اقيس بيها مقاس الوعي والادراك عند الذكاء الاصطناعي في المناقشة مش في الاسئلة. يعني احنا كلنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي في قصة الدردشات بتجاوب وبيسألك، بتطرح عليه سؤال وبيديك اجابة. لا، انا حبيت اخلي الموضوع ما يبقاش مجرد سؤال وجواب، حبيت اخلي الموضوع يبقى كانه مناقشه، كاني بتناقش مع شخص واشوف رد فعله هيبقى ايه، وهل هيتجاوب معايا ولا لا. بصراحه اندهشت فعلا من الطريقه والاسلوب اللي تجاوب معايا بيها الذكاء الاصطناعي، وكانه فعلا شخص انت بتكلمه مش ذكاء اصطناعي خالص. انا هسيبكم مع الدردشه وعايزكم تركزوا في كل كلمه هو بيقولها والاجابات اللي بيجاوبها والطريقه اللي بيتناقش بيها معايا. بعد كده تقولوا ايه رايكم في التعليقات. هل التكنيك والتكنولوجيا اللي استخدمت في الدردشه دي لو اتحطت في جهاز كروبوت، الروبوت ده البسوه اقنعه وملابس ويظهر قدامك بمظهر وكأنه شخص، لو اتناقش معاك بنفس الاسلوب ده، هل الروبوت ده هتقدر تميز ان هو روبوت ولا شخص، ولا هيبقى الموضوع معروف ومفقوس ان ده روبوت؟ لان بالاسلوب ده وبالردود دي تحس ان انت بتتعامل مع شخص عنده وعي، مش بتتعامل مع ذكاء اصطناعي او بتتعامل مع روبوت او بتتعامل مع تكنولوجيا. لان مع اللي هعرضه لك في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتعرف قد ايه احنا قريبين من ان الكلام اللي انا بقول لك عليه ده ممكن يحصل. اسيبكم مع الدردشه، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. تحياتي ليكم.